مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم الجورنالجي. هنبدا حلقتنا النهارده بخبر مهم جدا من وزير التربيه والتعليم. السيد وزير التربيه والتعليم طلع قرار صارم جدا، قال فيه ان غرامه 4000 جنيه لاي حد من اولياء الامور هيدخل المدرسه، اي مدرسه طبعا، مش مرتدي الماسك او الكمامه. طبعا خبر جميل وكويس، والراجل شايف قلبه على اولادنا وقلبه على اطفالنا وتلاميذنا. ولكن يا سياده الوزير، هل انت شفت الخبر ده؟ انت بتطلع قرارات في المكاتب وانت قاعد في التكييف وما بتشوفش ابعاد القرار بتاعك او بيطبق ازاي؟ قبل ما تطبق القرار على اولياء الامور، هو قال في قراره ان بعد التنبيه على ولي الامر مرتين. هل حضرتك نبهت على مدرسينك وعلى مشرفينك وعلى مدارسك الاول؟ لما يبقى ولي الامر، هو انت حاطط ليه ولي الامر تارجت او هدف ليك؟ يعني ولي الامر يدفع دروس خصوصيه، ولي الامر يدفع مصروفات مدارس، ولي الامر يدفع الباصات، والكورونا تيجي توقف المدارس وولي الامر يكون دفع. طب انت طلعت القرار برضه لولي الامر ان يدفع غرامه 4000 جنيه في الوقت اللي فيه المدارس بتاعتك كل مدرسينك، او عشان ما نقولش كل مدرسينك، كم كبير من مدرسينك ومشرفينك والتلاميذ والطلبه جوه المدارس من غير كمامات. حضرتك ما شفتش ده؟ ما حدش نقل لك ده؟ طبعا عمرك ما هتشوف ده. هتشوف ازاي وانت قاعد في المكتب بتطلع قرارات وبس؟ لكن انك انت تقعد في المكتب وتدير وزاره زي دي في وقت زي ده، واحنا في عاصفه كورونا، يعني الموجه الثانيه لكورونا، وعماله تحصد الارواح وتحصد الاصابات في العالم كله، مستني ايه حضرتك؟ هو ولي الامر اللي هيقعد؟ ولي الامر بيدخل مدرسه ازاي اصلا؟ ولي الامر يقف بره المدرسه يا معالي الوزير، ما بيدخلش جوه. المفروض الدادات والمشرفين بيطلعوا الطلبه او التلاميذ بره، التلاميذ الصغيرين. اما التلميذ الكبير اللي هو في اعدادي او في ابتدائي، في سته ابتدائي، وبيخرج الولد لوحده. فما اعرفش القرار بتاع سعادتك قبل ما تطلعه كان مفترض تنبه على مدارسك الاول، وتحط بدل ال 4000 جنيه على ولي الامر تحط على المدارس. احنا بنعرض لك مدرسه من مدارس حضرتك، انا هعرض لك صورها. المدرسه دي في الهرم، وتاني بنقول الهرم، اداره التعليميه الهرم مش موجوده. طبعا زي الوزير بتاعها، يعني الوزير مش موجود، يبقى الاداره هتبقى موجوده ليه؟ المدرسه في جوه المدرسه، احنا قدرنا ندخل جوه ونصور جوه المدرسه حضرتك. المشرفين والمدرسين والتلاميذ الصغيرين متخلطين، مفيش مسافات ولا تباعد زي ما انتوا بتقولوا. احنا بتقولوا الكلام ده في التقارير بتاعتكم، وبتقولوا الكلام ده في القرارات بتاعتكم برضو، ولكن ما بشوفهاش وما بتتنفذ. لا، كان نفسي تنزل، او نفسي الموظفين بتوعك اللي قاعدين برضو في التكييفات لابسين الكرافتات ينزلوا يراقبوا المدارس دي ويشوفوا، ويا سيدي خد منهم بدل ما تاخد من ولي الامر يعني. عموما يا معالي الوزير، نفسنا انك انت تنزل. دي المدرسه اللي احنا صورناها، المدرسه دي اسمها اقرأ في حي الهرم، اداره تعليميه الهرم. روح حضرتك شوف، ادي الصور جوه، ادي التلاميذ صغار السن اهم متقاربين متعانقين بيلعبوا مع بعض، مفيش حد لابس ماسك، والمشرفين والمشرفات قاعدين. بالمناسبه يعني دول المشرفين بتوعك والمشرفات، بدل ما تدفع ولي الامر دفع دول يا سيدي، او حافظ على اولادنا يا سيدي. عامه يا معالي الوزير، احنا مش ضدك، ولكن احنا ضد المنظومه الفاسده. وانا بقول تاني، حضرتك عايز تعمل حاجه ولكن مش بالورقه والقلم وانت قاعد في مكتبك، مش هتعرف تعمل ده ابدا. هنخرج من وزير التعليم، هنروح لحسام البدري. حسام البدري، احنا قلنا هنا من بدري انه حسام البدري لا يدري، ما ينفعش. حسام البدري بياخد 700,000 جنيه في الشهر، 700,000 جنيه من منتخب مصر في الشهر. ولما جم الاتحاد الكره يقلل شويه الفلوس بتاعته، بقى له 11 شهر حسام البدري ما لعبش كوره. منتخب مصر 11 شهر ما لعبش كوره، لعب ماتشين، ماتشين ودي، يعني حاجه عشان العيال ما تقعدش ولا اللعيبه ما تقعدش تتلج يعني. في الاخر 700,000 جنيه جم يقربوا من مرتبه، الدنيا قامت وقعدت، مرتبه اللي قعد في البيت. ها، طب حسام البدري النهارده، احنا شفنا ماتش توجو امبارح، يعني فرقه مش موجوده على الخريطه ولا ليها اي تصنيف في اي حاجه، وشفنا ادائنا وكأن بنتفرج على فرقه درجه تانية بتلعب في الدوري السودان مثلا، في الدرجه الثانيه، مش الدوري المصري. وفي الاخر يعني فوز باهت بطعم المر، ورايحين لتوجو في العوده بعد بكره يوم الثلاث برضه. يعني ايه توجو يعني؟ مش عارف. وحسام البدري معاه، يعني معاه اعظم لاعبي افريقيا دلوقتي، ومعاه ثالث احسن لاعب في العالم دلوقتي محمد صلاح، ربنا يشفيه طبعا. صلاح حتى لو جاهز المفروض ما يلعبش ماتش زي توجو بالمناسبه يعني، لا يشيله ويحافظ عليه. لكن انت معاك فرقتين وصلوا نهائي افريقيا، اهلي والزمالك، يعني دول صفوه افريقيا. ومعاك الفرقه الثالثه وصلت الكونفدراليه اللي هي بيراميدز، يعني معاك نخبه منتخب افريقيا.
لما تلعب بالاداء ده قدام توجو وتبقى يعني بتدافع على ملعبك قدام توجو، واوراقك الهجوميه كلها انت سايبها من محترفين للاعيبه كبار محليين وكان وصلوا لنهائي افريقيا. ايه يا بدري 700,000 جنيه مش مكفينك؟ لا، حولهم يا اتحاد الكره للدولار وهات احسن مدير فني في العالم. حول 700,000 جنيه للدولار، شوف هيبقوا كام، وهات احسن مدير فني للعالم. حسام البدري بالمناسبه حصيله تاريخه كله 10 بطولات، 9 مع الاهلي و1 مع المريخ السوداني. ال9 اللي مع الاهلي حسام البدري كان مدرب مساعد لمانويل جوزيه، منهم 7 كان مدرب مساعد لمانويل جوزيه. يعني حسام البدري بين قوسين ولا شيء. يعني 700,000 جنيه اعتقد ان يسوى 7 جنيه، يعني ما اعرفش مصرين عليه ليه واحنا في التوقيت ده، واحنا عظماء افريقيا، واحنا فرقنا هي اللي واصله نهائي افريقيا، واحنا في ازهى عصورنا في الكوره، عندنا 3 احسن لاعب في العالم، عندنا كم المحترفين ما شفناش منتخب مصر او ما شفناش الكره المصريه غزت اوروبا زي الوقت اللي احنا فيه ده، ما حصلش قبل كده. لما كل الكروت دي معاك وانت مش شايفها يا بدري يبقى انت مش بتاع كوره، اعمل اي حاجه تاني. لكن كوره لا، اتحاد الكوره طبعا ولا هنا خالص، ما اعرفش ايه الموضوع او ايه السبوبه في الحكايه، ما نعرفش، بس ما اعتقدش البدري ممكن يسيب وراه حاجه. من يومين اول امبارح حصل حاجه غريبه في حي شبرا الخيمه. دجال، مش هنقول دجال، هو نصاب، خلينا نحط الحقيقه او نقول اللفظ اللي المفروض يتوصف بيه. يعني هم دول شويه نصابين. نصاب شبرا الخيمه. النصب ليه طرق، ممكن يبقى عن طريق الشيكات والورق، وممكن يبقى عن طريق الايهام، وممكن يبقى عن طريق الشعوذه والدجل والكلام الفاضي اللي احنا بنشوفه ده. الدجال ده هز شبرا الخيمه، يعني شبرا الخيمه كلها بتدور عليه. الحكايه كانت عباره عن واحد اجر محل فتحه عطاره او علافه، محل صغير في حته شعبيه قوي قوي، وبيفتح المحل في اوقات غريبه، بيفتحوا من 2 الصبح لغايه 5 الصبح، من 1 الصبح لغايه 4 الصبح، وما بيبيعش حاجه. فبعض الاهالي شكوا فيه، جه واحد قال انا روح بنتي مدفونه هنا، بنتي ماتت روحها مدفونه في المكان ده، وطلبوا ان هم يفتحوا المحل. صاحب العقار رفض وقال عشان تفتحوا لابد من حضوره هو او الشرطه، وحصل ده. فدخلوا لقوا حاجات غريبه جدا، وكتب عن الاسحار وعن الدجل والشعوذه وشغل النصب اللي هم بيلعبوا بيه على الناس. اللي كلنا عندنا مشاكل، لو قابل اي حد في البلد كلها في ال100 مليون وقال له انت عندك مشكله كذا هيبقى عنده. لو قابلت اي حد قلت له انت تعبان من كذا او انت بيجي لك صداع بالليل، هيكون عنده صداع بالليل. ده انت متوتر ما بتعرفش تنام، انت نومك صعب عشان تنام، كلنا كده من العبء الحياتي اللي احنا عايشينه. فهو ماده خصبه للناس النصابه دي، فقدر ان هو ينصب على ناس كتير، ونشاطه خرج لبره، يعني خرج للخليج. فتحوا لقوا صور، تقريبا صور شبرا الخيمه كلها عنده تقريبا، ما اعرفش جايبها منين، طبعا التحقيقات هتثبت، اعتقد سوشيال ميديا، لكن التحقيقات هتثبت الكلام ده، وكاتب عليها عبارات وكاتب عليها حاجات، وبدا الحي يهيج. طبعا الداخليه نزلت سيطرت، والداخليه دلوقتي قاب قوسين او ادنى هيقع في قبضه ايديهم. لقوا عامل حفره كده، والحفره دي بيستخدمها وفي الدجل في ميه ومعرفش حاجات مواد كده وملح وحاجات كده وقران وكتب غريبه صينيه وكتب عن الدجل والشعوذه، وعامل كاتب شويه حاجات ورموز وكلام من ده. ولكن هو الغريب ان ناس كتير جدا، لا يعني 3 شويله مليانين صور تقريبا، يعني الشارع كله اللي هو كان فيه لقوا صورهم جوه في المحل ده، صور معروضه قدامكم على الشاشه. الراجل ده قدر يستغل الحاله النفسيه اللي احنا بنمر بيها كلنا في انه يستقطب الناس ليه، ويبدا يعمل حاجات ويعمل دجل. هو طبعا الدجل والشعوذه والكلام ده، او بلاش دجل وشعوذه، السحر هو مذكور في القران، ولكن مين قال لك ان ده ساحر او ده يقدر يعمل ده؟ ده نصاب، ده واحد بينصب، بيجي لك يعني جايب سونار وكاتب عليه عمل ان هو الجنين ده يجهض، يعني الجنين تم اجهاضه فعلا، فقال لك بس ده راجل ده عبقري، ده مخاوي، ده راجل ده كبير قوي وواصل لفوق قوي. فبدا صيته يعلى والناس تروح له، حتى نشاطه خرج للدول العربيه، راح الخليج لغايه ما وقع. احنا هنا بنحذر الناس ونقول لهم يا جماعه، يعني فين دماغكم، فين العلم، فين التعليم اللي اتعلمتوه، فين سياده وزير طارق شوقي يعلم الاجيال بقى ويقول لهم مفيش حاجه اسمها دجل، يعني في حاجه اسمها سحر، لكن مفيش حاجه دجل وشعوذه يا سياده الوزير. عامه الراجل ده
لقينا حوالي 3000 صوره. ال 3000 صوره دي للناس اللي ساكنين في الحي وناس بره الحي، وفي بعض الصحفيين مش هقول اسمائهم برضه صورهم كانت موجوده. ودي على فكره حاجه مش صعبه، هو ممكن ياخد صورتي انا، ياخد صورتي من برنامج، ياخدها من على صفحتي على السوشيال ميديا، ياخدها من على اليوتيوب. يعني هو كده مش راجل يعني مخاوي ولا معاه 10 شياطين ولا 10 جان يعني، ولكن هو قدر يوهم الناس بهذا الكلام. ومعانا الزميله الصحفيه الاعلاميه بسمه رمضان اللي هي فجرت الموضوع ده. اهلا بسمه. بسمه بس طيب، عقبال ما تجيلنا بسمه تاني، هو دلوقتي حي شبرا بالكامل، يعني هي الداخليه قدرت تامن المكان، لكن حي شبرا بالكامل عايز يقتص من الراجل ده، بيدور عليه وبيحاول يقتص منه، لان كل واحد حط موضوعه اللي حصل له هو ده السبب. انا طلقت مراتي ده السبب. جالنا على صفحه البرنامج رسائل كتير جدا جدا اول ما قلنا ان احنا هنتكلم عن الراجل ده. كل واحد الثلاجه عنده باظت، هو ده الراجل اللي عمل وبوظ الثلاجه، اللي يعني حصل حاله هياج في الحته دي. يعني الرحمه للراجل ده انه يقع في ايد الشرطه ويتحاكم بالقانون احسن ما يقع في ايد الاهالي ويبقى الموضوع ابعد من كده. بسمه اهلا بيكي. يا استاذ طارق، واهلا بمشاهديك الكرام. اهلا بيك. ايه الموضوع ده يا بسمه؟ والله يا استاذ طارق، هي كل القصه ان صاحب البيت الاستاذ حسام الدين قال ان الراجل ده واخد باله اكتر من 30 سنه واخد المحل ده، تمام، وفتحه ان هو المفروض محل عطاره. بعد كده جاله واحد وقال له انا ابني مدفون هنا وابني روحه متعلقه بالمكان ده ولازم تفتحوا لي المحل. لما حاولوا ان هم يجوا يفتحوا المحل اكتشفوا جماجم واكتشفوا اسحار واعمال، تقريبا 3/4 شبرا الخيمه معمول لها اعمال واسحار في المحل ده. لقيتي صورتك جوه يا بسمه ولا لا؟ انت حضرتك بتحرجني على الهوا. قولي. فاللي هو طبعا ما حدش عارف حاجه، يعني جت الشرطه والاهالي المنطقه كلها، وكان الموضوع المضحك المبكي لما واحد معدي هو وزميله يقول له تعالى يا عم يمكن نلاقي صورتنا، وبيهزر، يدخل يلاقي مراته عامله له عمل جوه. حقيقة. يعني حضرتك حقيقه. لا الكلام بقى حقيقي من الشخص نفسه. يعني انا لما نزلت انا سمعت قصص وحكاوي ما حدش يتخيلها، يعني ما فيش عقل بشري يتخيل اللي حصل ده اطلاقا. سونار. كمان يا استاذ طارق، صاحب البيت الاستاذ حسام ده لما قال للراجل انت تمشي بره المحل وانا عايز محل لان العقد بتاعك خلص، قال له طب خلي بالك من عيالك. عياله كلهم كان معمول لهم سحر بلا استثناء حد، بنات وشباب. حقيقي الكلام ده. حقيقي. وعايز اقول لحضرتك انت ايه رايك في الموضوع ونصيحتك ايه يعني؟ والله انا شايفه ان الموضوع ده كارثه بكل المقاييس. لما واحد زي ده يكون اصلا اتحبس قبل كده وخرج، خد حكم 6 شهور وبعد كده خرج ومفيش قانون صارم، دي كارثه يا استاذ طارق. ولازم طبعا ان احنا ان الجوامع والكنائس يتكلموا عن الموضوع ويعملوا للناس توعيه، ونرجع تاني لربنا ونقول ان الموضوع ده كارثه بكل المقاييس، ولعن الله الساحر. يعني احنا لازم برضو نقول ان لعن الله الساحر ولعن الله اللي بيروح للساحر، ولازم الداخليه تقدمه لنا بسرعه. طبعًا ربنا يعينهم يا رب. وطبعا مش هننسى الموضوع بتاع المنوفيه، يعني انا هسيب لحضرتك دجال المنوفيه دي قصه تانية فحضرتك ادرى بيها. احنا عندنا دجال بقى وعندنا نصاب في كل محافظه. اشكرك استاذه بسمه المتالقه دائما زميلتنا العزيزه. دجال المنوفيه، نخرج من شبرا الخيمه المنوفيه، احنا عندنا ده تقريبا نصاب في كل محافظه، يعني يقول على نفسه دجال. الراجل ده للاسف هو شغال في مكتب محامي كمان. احنا هنحافظ مش هنتكلم كلام بشكل مباشر قوي، رغم انه معمول فيه محاضر. يعني معمول فيه محضر رقم 12221 جنح منوف، التهمه بتاعته بالنصب. هو اسمه سامح عبد الله ابو سيف. سامح عبد الله ابو سيف ده هو حد جاهل شغال عند محامي بيقول ان هو خاله او قريبه. والمحامي ده هنقول اسم واحد بس، لكن لغايه والتفاصيل كامله ما توصلنا اسمه عفيفي، في منطقه منوف او سيرس الليان تحديدا. دول الولد ده بيتكلم باسم خاله او خاله شريك الله اعلم، ولكن هو في الاخير هو اتكلم وقال خالي، وصور الفيديوهات في مكتب خاله اللي هو مكتب المحامي. بيجيب الضحيه، بيحاول يوصل على المعلومات، وبيأجر نفسه لاي حد. يعني حد عايز، يعني تعالى انا عايزك تشتغل على فلان، تقول ان هو عنده عمل وهديك معلومات عنه، يقوم يروح للحد ده يكلمه في التليفون ويقول له انا حلمت بيك وعندك مشكله، المشكله دي كذا. هو بيبقى عنده
بعض التفاصيل عن حياه اي شخص من خلال غيره او من خلال ده شغله او دي طريقه نصبه يعني. وبعد كده طبعا الشخص ده يصدق. هنا نعيب على الناس، انتوا يا جماعه احنا مجتمع متعلم. الى ان جاءت سيده، السيده دي ست متعلمه معاها تعليم عالي وشغاله في وزاره التعليم. الست دي راحت له، استدرجها، راحت له اتكلمت، قال لها عندك عمل، وعندك عمل ده جاي في الصدر والبطن وبنتك وولادك وموضوع زي كده. المهم في الاخير اداها خاتم ولا اداها حاجه، دي مسحوره وهنعمل تعملي كده على صدرك بيها كده تطلع. عامة احنا نسمع المحامي معانا الاستاذ الدكتور محمد العوامي، محامي المجني عليها، هو يحكي تفاصيل الواقع افضل. الو. هو ازيك يا طارق بيه؟ ازاي اهلا سياده المستشار، اهلا بيك. انا سعدت بيك وبسماع صوتك وبالبرنامج الجميل اللي بيلقي دايما بضوءه على المشاكل اللي بتضر بالمجتمع وامنه واستقراره. اهلا يا دكتور عوامي، ايه الموضوع ده؟ هو الحقيقه بس هو الدكتور محمد عويان المحامي. الدكتور محمد العويان، اهلا يا دكتور. جدا يعني. اهلا يا فندم. الله يخليك يا طارق بيه. الحقيقه ان انا عندي موكلتي، ليا موكله عندي في مكتبي، تعرضت فعلا للتهديد والابتزاز والنصب نتيجه هذا الدجل وامور الشعوذه اللي بيستغلها البعض في ظروف النصب على الناس بدون وجه حق. اتعرضت تلك الموكله للنصب عليها من خلال تصويرها بدون علمها من دجال يدعي المعالجه من اعمال السحر. وطبعا موكلتي زي اي موكله بتمر بظروف وعندها مشاكل داخل اسرتها. استغل هذا الدجال ظروفها اللي هي بتعاني منها وما تعانيه من مشاكل وما يلم بها من مشاكل. طبعا قدر يتوصل لرقمها وقدر يتواصل معاها بشكل ما. طبعا قدر يحكي لها ادق التفاصيل في حياتها. وطبعا موكلتي كانت بتتواصل في الفتره ديت مع شيخ لعمل رقيه شرعيه. بعدها فوجئت ان في حد بيكلمها ويقول لها انا الشيخ اللي كنت بتتابع معاه. طبعا ظل يقول لها على ادق التفاصيل في حياتها. وطبعا موكلتي كانت بتتابع معاه عن طريق يعني استدرجها. يعني نصب لمده اسبوع كده، حتى اعتقدت موكلتي ان هو فعلا معالج بالفعل نظرا لما سمعته منه ومعرفته عن ظروف حياته. الا انه قدر الدجال ده يقنعها ان لازم تروح له في مكانه، لان الخادم اللي معاه مش هينفع يعالجها الا اذا حضرت اليه. بالفعل راحت له، بس هي طبعا كانت خايفه. فقال لها ما تخافيش، ده مكان لمكتب ومكتب محترم، والمكتب ده يخص حد تبعي هو خالي. ولما وصلت عنده اوهمها ان لازم تسمع كلامه، لان لو ما سمعتش كلامه مش هتقدر تخرج من عتبه الباب اللي دخلت منه. وطبعا وبعد كده بدأ يتعامل معاها وهي بقت تسمع كلامه خوف منه. طبعا سمع الكلام ده خوف ولا تحت تأثير حاجة يعني مخدر او حاجة؟ هو واضح كده ان هو برضه، لان هو جاب لها كوب من الماء في الاول شربته وقال لها اطمني. فواضح ان هو قدر واضح ان ممكن يكون الماء ده فعلا في حاجة اثرت على تركيزها وعلى تصرفها معاه. وبعدين ايه اللي حصل يا دكتور لما راحت؟ اداها خاتم، قال لها لازم تمشي الخاتم ده على صدرك. ولما جت تمشيه على الملابس من فوق كده قال لها لازم تعري ملابسك. طبعا هي تحت تأثير واضح ان ممكن. طب وايه المشكلة؟ ايه المشكلة لما تروح؟ ايه المشكلة لما خاتم يمشي؟ يعني ايه الموضوع يعني برضه؟ لا المشكلة مش ان الخاتم يمشي، المشكلة ان هي تعري جزء من جسمها وتمشي الخاتم عليه. وطبعا المعالجة شيء طبيعي ان اي ست او اي انسانه بتمر. خدتوا اجراء قانوني بدايه يا دكتور؟ نعم يا فندم. خدتوا اجراء قانوني؟ حضرتك بعت لي انك في محضر. طبعا اخذنا الاجراء القانوني بمجرد ان احنا عرفنا ان هو قام بتصويرها وبدا يبعت لها الفيديو ده عن طريق الواتساب لرقمها. وبدات هي تشوف الفيديو فاستغربت ان هو ازاي كان ماسك التليفون وبيقول انا بكتب منه. وفي الوقت يعني صور بغرض صور بدون اذن، بيكتب منه حاجه، صور بدون اذن يعني بغرض الابتزاز. ورا خيوط هذا الامر وبدانا نعمل الاجراء القانوني. واتضح ان هذا الامر ده الدجال ده مش لوحده، اتضح ان هي خليه فعلا من الدجالين والنصابين اللي قدروا فعلا يضعوا موكلتي تحت امر الابتزاز والتهديد والترويع والتخويف، وان هم يبتزوها في مبالغ ماليه. وفعلا خدوا منها مبالغ ماليه
لا تقل عن 180,000 جنيه، بالاضافه ان هم اجبروا بنتها على ان هي لابد ان هي تتنازل عن كافه حقوقها، لان واضح ان العمليه فيها خيط يرتبط. طب ايه القانون هنا؟ القانون هنا يعني انت حضرتك خدت اجراء قانوني وعملت اجراء، ايه هو الاجراء وايه العقوبه في الموضوع ده؟ وعملنا محضر، وفعلا الشرطه تعاونت معنا جيدا عندما علمت بالواقعه، وحركت المحضر فعلا الى النيابه العامه، والنيابه العامه على بالفور وعلى وجه السرعه سالت موكلتي بصفتها مجني عليها، وتعرفت على كافه اوصاف واسماء المتهمين، وبالفعل فاخدت الفيديو ده من اللي هو مرسل الى موكلتي عن طريق الواتساب من ارقام تليفونات للدجال وخلافه من الخليه اللي تابعه ليه، وبالفعل فرغت هذا الفيديو وفرغت الصور كلها والمكالمات كلها، وجاري التحقيق في هذا الامر من قبل النيابه العامه المختصه. وفعلا انا اخذت اجراء قانوني اخر، بلغت مباحث الانترنت بتلك الواقعه، وبدات اديهم المكالمات الوارده من الارقام التليفونات على رقم موبايل موكلتي، وبالفعل مباحث الانترنت على وجه السرعه متخذه اجراء سريع ضد هؤلاء الذين اصبحوا يحتالون على الافراد الطيبين والمجتمع بوسائل النصب المشروعه وغير المشروعه. اتفضل معاليك. يا دكتور احنا عايزين العقوبه ايه؟ العقوبه هل هي العقوبه محتاجه تغليظ ولا ايه؟ احنا بصدد قدام كل يوم حاجه، يعني كل يوم ما عندناش غير الموضوع ده دلوقتي. جريمه واحده، احنا عندنا جرائم تصوير بدون علم، عندنا نصب وتهديد وابتزاز، احنا عندنا اكتر من جريمه ارتكبت في هذا الامر، وانا بناشد المجتمع باسره وكل من وقع في هذا الامر عليه ان يحرر محاضر سواء ضد هذا الدجال او غيره، حتى نوقف تلك الجريمه البشعه من في وسائل التي تعمل وتستغل في وسائل النصب على الناس. معاليك النهارده يعني نهار ما القاضي يرحم هذا الشخص الذي يفتعل تلك الجريمه مش اقل من 7 ل 15 سنه. دكتور محمد بنشكر حضرتك وربنا يعينك، وبنناشد من هنا وزاره الداخليه وبنناشد امن المنوفيه ان هم يضبطوا هذا النصاب وهذه الخليه لاظهار الحقيقه، وعشان ما فيش فرائض تاني تقع، يعني عشان الموضوع ما يكبرش ونبص نلاقي بدل ما زي الراجل بتاع شبرا الخيمه 3000 صوره، يعني 3000 واحد مجني عليهم. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل معاكم في موضوع تجميل ونظافه حي مدينه نصر. حقيقه هذا الحي عايزينه مثال، يعني هو الحكومه بتعمله كمثال، عايزه القاهره كلها تبقى بهذا الشكل. بعد الحاجه الجميله هنشوف فيديو ونرجع لكم نعلق عليه. احنا رجعنا لكم تاني، بس احنا زي ما بنقول كل سلبي لازم نقول كل ايجابي. يعني انا حي مدينه نصر الصراحه الفتره اللي فاتت، انا شغلي في حي مدينه نصر، الفتره اللي فاتت حي مدينه نصر كان صعب جدا، الطرق كانت صعبه، كان في انشاءات، كان في تطوير ولكن عانينا كتير جدا في الحركه هناك، عانينا من التضخم المروري لتحويل طرق والانشاء كباري، عانينا من القمامه في مدينه نصر زي كل مصر، يعني مصر كلها فتره من الفترات القمامه بقت هي السكان، يعني بقينا احنا الضيوف عليهم يعني. فحي مدينه نصر بقى هو المبادره بقت من عنده، عشان كده قلنا لازم نحط الضوء على العمل الايجابي ده. ما جبناش راي هيئه نظافه وتجميل القاهره بس، يعني الاستاذ حسام الدمرداش رئيس منطقه او مدير منطقه شرق القاهره لنظافه والتجميل القاهره قال رايه ودللنا على رايه ده، او قال مجهوده اللي عملوه هو والمتعهدين بتوعه، دللنا عليه بالشارع والشارع شكله ايه، وشفنا الشارع راي الناس وشفنا الشارع نفسه في التقرير. ومعانا في مداخله الاستاذ جمعه محمد عبد المنعم رئيس رابطه متعهدين نظافه وتجميل حي مدينه نصر. استاذ جمعه اهلا. حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. صراحه احنا عايزين نشكركم وعايزين نقول ان حي مدينه نصر اتغير، اتطور بشكل حلو، كل مدينه نصر بالمناسبه مش عباس رقات بس، يعني كل مدينه نصر اتطور. الدوله بدات لكم بالبنيه الاساسيه من كباري وطرق، وانتوا برافو عليكم في حاله التجميل والنظافه اللي بيشهدها الحي دلوقتي. ايه اللي حصل في الايام الصغيره دي؟ ربنا يخلي حضرتك يا فندم. احنا سيادتك طبعا بناء عن تعليمات السيد محافظ القاهره اللي هو خالد عبد العال. انت معايا يا فندم؟ اتفضل يا فندم. والسيد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئه النظافه،
سيادته كان بعمل ضم مربعات ان شاء الله، بدأها يعني الاول في المطريه، وكانت يعني الحمد لله بعمل فتره حاجه يعني جميله جدا. المطريه نضفت بعد ما كانت اقوام كمامه في كل الاتجاهات، دلوقتي اصبحت المطريه والناس يعني يعني ايه مربعات يعني ايه عمل مربعات يا استاذ جمعه؟ يعني احياء ضم المربعات يا فندم. يعني كان كل متعاهد 10,000 وحده، اصبح ان المربعات ضمها بقت 70,000. اصبح ان المتعاهد يقدر يعني يجيب معدات ويصرف، يعني يكون بمصاريف على ضم مصاريف من جيبه، بحيث ان هو يقدر يجيب معدات لوادر، امكانياته يعني زادت وكده. يعني وحد طاقه المتعاهدين او قدرتهم الماليه، فقدر يبقى بشكل قوي في الشارع. بالزبط. يعني بالظبط حضرتك يا فندم، وده اللي وضح في موضوع المطريه. فسيادته كان بمدينه نصر بضم كانت حوالي الاول من حوالي سنتين 58 متعاهد، وكان في نسبه فشل في المتعاهدين كبيره جدا. كلنا شفنا ده. شفنا ده في الشارع، يعني شفنا ده في الشارع. بالظبط حضرتك يا فندم، بالظبط حضرتك يا طارق بيه. فدلوقتي هو حضرته خلاهم 38 متعاهد فقط، 20 واحد 25 واحد قبطي و12 مسلمين، كلنا يد واحده مترابطين مع بعض. ما عندناش الحته دي يا استاذ جمعه، يعني احنا كلنا واحد، قبطي مسلم طبعا كلنا طبعا واحد. بالظبط يا فندم. وانتوا كلكم اتحدتوا مع بعض لنظافه حي وتجميله يعني، والثمار بتاعتكم احنا عرضناها على التقرير. بالظبط. حبيت اوضح بس يا فندم ان سيادته اجتمع يعني في الدير ابونا السمعان في منشيه ناصر، معانا كلنا كمسلمين واقباط، يعني عشان احنا برضو يعتبر يد واحده مين اللي اجتمع بيكم في الدير؟ نعم يا فندم. مين اللي اجتمع بيكم في الدير؟ ابونا سمعان اللي هو رئيس الدير، وكان معانا سياده اللواء ايهاب الشرشابي. يعني الدوله اجتمعت بيكم في الدير. ما هو ايهاب بيه ما هو رئيس هيئه نظافه وتجميل القاهره يعني. بالظبط يا فندم. يعني طلعت الفكره دي من جوه الدير. بالظبط يا فندم. وسيادتك طبعا احنا 38 متعاهد، تقسم مربعات في 20,000 وحده سكنيه، 25,000 40,000 على حسب عدد الوحدات الموجوده. من اكفأ المتعاهدين ال 38 من اكفأ المتعاهدين. اصبح دلوقتي حضرتك في تفتيش 24 ساعه، العمل 24 ساعه يومي، العمل يومي. في طبعا امكانيات المتعاهد لازم يكون قادر على العامل عنده. العامل يعني المتعاهد القوي اللي هو اللي بيقدر يتحكم في العامل عنده. المتعاهد الضعيف اللي هو ما بيقدرش يتحكم على العامل او يقدر يمشي عليه، فده ما ملوش مكان، فطبعا فبيفشل، فبيضطر ان الهيئه يعني هي الفكره كانت اتحادكم مع بعض وفلتره القوي والضعيف عشان نستعين بالقوي. بالظبط. الرقابه حضرتك قلتها في جمله، بس ما اعرفش الرقابه على مين. هل رقابه من الهيئه والمحافظه عليكم، ولا رقابه على المواطن اللي ممكن يرمي من العربيه وهو ماشي؟ لا، اول حاجه الرقابه علينا احنا الاول، بحيث ان احنا نقدر نتحكم في الشارع. ممكن طبعا المواطن كده في سلبيات كتير حضرتك بتحصل، بس احنا لازم احنا كمتعاهدين بننفذ عقود اللي احنا واخدينها من هيئه النظافه، وطبعا باشراف سياده اللواء ايهاب الشرشابي ومعالي الوزير المحافظ خالد عبد العال. فاحنا بنقوم بتنفيذ بنود العقد اللي احنا بنقوم بالاول بالجمع السكني، بجمع المخلفات من الوحدات السكنيه. في طبعا وبناخد المحلات برضو من ضمن عقدنا. ففي محلات بترمي طبعا زبالتها في الشارع، فطبعا دي ملزمه مننا احنا لازم نرفعها. في ساكن متجول مثلا ماشي في الشارع عنده شنطه بيبسي بتاع، دي ملزمه مننا اللي احنا نشيلها برضو. موضوع الفرع الهيئه ده ملزم منه حضرتك الاشجار والاتربه اللي هي مخلفات المباني، البناء. البناء. اما احنا كمتعاهدين نظافه 38 متعاهد كلنا مسؤول منا اي كمامه في الشارع. عايز اسالك سؤال، يعني مش عايز، يعني الموضوع حلو عجبني. مدينه نصر دلوقتي مش انا كطارق مرتضى، كل الناس شايفه، وطبعا الدوله وفرت لكم البنيه الاساسيه من طرق وكباري. اصبح التجول
وانك تمشي في مدينه نصر بقى بسهوله ويسر، وده طبعا بيسهل حركه النقل عندك. لكن احنا طبعا دي حضرتك يا فندم من الاول واللي الاخر بنشكر السيد الرئيس. ده يعني مش عايز اقول لحضرتك موضوع الكباري والطرق دي وفرت لنا في الوقت يعني 90%. احنا كنا بناخد فتره في الاول في مدينه نصر زحمه، فما كناش برضه كان بتعيق حركتنا وحركه سياراتنا بتاعه الكمان في الشارع، فما كناش بنقدر نمشي ونتحرك. فطبعا دلوقتي موضوع الكباري، فطبعا عربيه بتاخد يعني ربع المده قبل ما نخرج ونفضي ونروح الاماكن المخصصه لينا اللي عاملها سياده اللي هو ده السؤال. ده السؤال اللي عايز اقوله لك يا استاذ جمعه. انت بتنظف حي دلوقتي ونظفته بقى نموذج، واشهد لكم يعني، ونشكر طبعا السيد المحافظ ورئيس هيئه نظافه وتجميل القاهره وحضراتكم. لكن اللي بتاخده من مدينه نصر ده بتوديه فين؟ هل بتوديه على شبرا ولا امبابه ولا بتوديه فين؟ لا يا حضرتك يا فندم، في مناوله حضرتك خاصه بمدينه السلام دي. احنا حضرتك كمتعهدين كل عربيه لها تسريح، بنطلع بنرمي مخلفاتنا اللي هي طبعا المواد الصلبه والمخلفات اللي هي بواقي فضلات الغذاء دي. احنا بنطلع بنرميها في مناوله السلام، مكان مخصص تبع محافظه القاهره وهيئه النظافه، بنرمي سياراتنا فيه. يعني ما تقدرش ترميها في مكان غير المخصص ليك بتصريح؟ لا يا فندم، انا ازاي هنظف واجمع واجمل وتتعب وفي نفس الوقت ارمي في مكان تاني يضر الناس؟ لا. انا بس هي القصه حضرتك اللي احنا يعني احنا هيئه النظافه والتجميل اللي احنا مسؤولين يعني في اجزاء احنا مسؤولين كمتعهدين، ال 38 متعهد على الجمع السكني وتنظيف الشارع من المخلفات الصلبه والمخلفات المواد الغذائيه. بما انك موجود في قلب هذا المطبخ، يعني ما ينفعش حضرتك تقول لي هل التجربه دي ممكن تعمم في القاهره؟ يعني رئيس هيئه نظافه تجميل القاهره يا فندم سيادته اللي هو ايهاب الشرشابي طبعا احنا على سيادتك الاول احنا بنشكره، لان هو الاول راجل اول مره حد يفتح بابه لينا كمتعهدين نظافه. احنا ما كناش بنقابل حد، يعني كان ما حدش بيرضى يقابلنا من الاخر، يعني الباب مقفول لطيف في وشنا، احنا ما كانش حد بيسمعنا. دلوقتي الراجل اللي سيادتك يعني ممكن اقول لك ان هو ال 24 ساعه اجتماعات ما بين متعهدين نظافه وعمال نظافه، فهو الراجل يعني بصراحه ربنا عمرنا ما شفنا كده. طيب حسينا بتغير جذري جدا في البلد في القيادات من سياده اللواء المحافظ بصراحه ربنا، تعليماته لسياده اللواء ايهاب الشرشابي، فبحل مشاكلنا. اي مشكله بتقابلنا كتسريع عربيه المدارس والنبي يا استاذ جمعه، المدارس والنبي ومحيط المدارس اللي بيبقى دي حضرتك من اولوياتنا من تعليمات سياده اللواء خالد عبد العال بصراحه واللواء ايهاب الشرشابي. تنظيف المدارس دي فعلا بنقوم بيها، وحضرتك ممكن حضرتك من سكان مدينه نصر يا فندم تكون ملاحظ الكلام دوت. احنا والله وحياه ربنا احنا عملنا تقرير نزلنا للناس وشفنا، يعني احنا والله ما كناش يعني عايز اقول لك انا عندي شغل في المقطم برضه، واخد وحده سكنيه وعامل نظام ديليفري، فان شاء الله دي برضه هنحاول ان شاء الله نطبقها في مدينه نصر، هتبقى نظام عربيه ديليفري بالتليفون بعد الجمع السكني، وعمالنا ما تقوم بالجمع السكني هنخلي عربيه ان شاء الله كل متعهد بامر الله هننفذها، ان كل متعهد فيها في ال 38 يخلي عربيه ديليفري بالتليفون مخصصه امام المكتب بتاعه او المقر بالتليفون. المدام مثلا كانت نايمه او العامل بتاعنا خبط ما فتحتش او في الشغل والزباله نسيتها مثلا ما طلعتهاش، فبتتصل بينا برقم مخصص. ده انت كده بتكلمني عن امريكا، يعني عربيه دليفري للزباله انت بتكلمني يا فندم دي احنا ان شاء الله هنطبقها في المقطم والله في الهدف الوسطى عندي في المقطم يعني ان شاء الله. صحيح يعني الكلام ده يبقى في عربيه نتصل ان انا كنت نايم بالظبط، وانا عرضتها لحضرتك، انا عرضتها يا فندم على سياده اللواء ايهاب الشرشابي في المقطم ونفذتها، وان شاء الله دي الايام الجايه هننفذها في مدينه نصر بامر الله. واحنا يعني الجبده يعني مبادئين لسه باينين اهوت ما كملناش حاجه، يعني اسبوع بالظبط في المنظومه الجديده بتاعت ال 38 متعهد. فريق العمل ده يا استاذ جمعه ما بننامش والله يا فندم. فريق العمل ده يا استاذ جمعه 38 متعهد دول ما ينفعش طاقتهم مثلا الماليه او العمليه ما ينفعش يطبقوا لنا نفس المنظومه بتاعت مدينه نصر في الاحياء الثانيه في القاهره؟
والله العظيم اللي سيادتك بتقوله دوت هو ده اللي فعلا اللواء ايهاب الشاشوب بيعمله. انا والله العظيم مش شكرا، مش مجامله، احنا مش بنجاملش، احنا بنقول الحقيقه. انا سيادتك احنا ناس وطنيين بنحب بلدنا. في عز الكورونا في الايام اللي احنا شغالين فيها دي، احنا فعلا الراجل ده بيخطط ان مصر كلها ما بيبقاش فيها زباله في الشارع، وان مصر ما تستعينش بشركات تاني. ده احنا عمنا في الزباله ما فيه الكفايه، احنا عشنا معاه. الله ينور عليك يا سيادة الفندم. الله ينور. هو الراجل بصراحه ربنا وعدنا، قال لنا انتوا ولاد المهنه، انا مش هخليكم ومش هخلي الدوله تستعين بحد تاني من بره غيركم انتوا. وفعلا هو وعدنا بكده، وفعلا اعطانا طاقه. احنا بنشتغل يعني اقول لك ايه، احنا كان الاول بسبب ان الابواب كانت بتبقى مقفله في وشنا، محدش بيسمعنا. فدلوقتي الناس بتسمع، يعني سيادته بيسمعنا، فبيدينا طاقه ان احنا نشتغل، والرجاله بتشتغل، بينزل بعربيته يسلم، والسياده المحافظ بينزل يسلم. فاحنا ما كناش بنشوف الكلام ده بصراحه ربنا. فاحنا طبعا والله يا طارق بيه احنا شغالين وعمالنا شغاله بنفس مفتوحه والحمد لله. مدينه نصر حضرتك انت يعني اي حد انا اتحدى ان يقول لك مدينه نصر ما اتغيرتش. انا موجود فيها ونزلت الفريق العمل نزل صور تقرير عرضناه، ما اعرفش حضرتك شفته ولا لا. بس انا عايز اسالك سؤال. والله انا مش بالعربيه بصراحه ربنا. بتاخدوا احترازيات وبتسمعوا كلام وزاره الصحه في الكورونا وبتلبسوا الماسكات والكلام ده وانتوا بتعملوا ايه؟ انا والله يا فندم احنا طبعا لازم العامل بتاعنا هو الحمد لله ربنا كرمنا بعمال، يعني بخصوص موضوع النظافه دي يعني واخدين مناعه. بس لا نحافظ عليهم. يعني ايه واخدين مناعه؟ نحافظ عليهم برضه. لازم اساسي الحمد لله ان احنا طبعا الجوانتي لازم والكمامه للعامل دي اساسي. وبرضه احنا بنوجه رساله للساده السكان الافاضل، يعني اللي هي المواد اللي هي مثلا الصلبه اللي هي كالازاز او الحاجات الزجاج والحاجات دي، انها برضه بنطالبهم انها تتحط في مكان او في كيس خاص. بالنسبه للكورونا برضه احنا الحمد لله ربنا سترها معانا، فطبعا عاملين طبعا احتياطات. عجبتني قوي الساده المسؤولين. عجبتني قوي فكره الاجتماع جوه الدير، ومسلم ومسيحي والحكومه ممثله في رئيس هيئه نظافه وتجميل القاهره، وحضرتك يا استاذ جمعه كرئيس رابطه متعهدي نظافه مدينه نصر وتجميل مدينه نصر، تجتمعوا جوه الدير. هنا تفعيل دور الاديره ودور الجوامع. يعني عايزين نشوف التجربه دي في كل احياء شبرا بصراحه ربنا. كل احياء مصر. احنا اصلا احنا متربيين مع بعض كمسيحي ومسلم، فاحنا طول عمرنا راجل واحد. احنا ممكن حضرتك انا احل مشكله جاري وهو يحل مشكلتي، ما فيش فرق بيننا طبعا. احنا طول عمرنا متربيين مع بعض وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض، فما فيش فرق خالص يعني. فطبعا سياده اللواء كانت يعني كانت بالنسبه لنا حاجه جديده ان سياده اللواء بنفسه يجي يعني الدير بنفسه ويجتمع. بابونا سمعان الاب ده راجل محترم جدا بالنسبه احنا كمسلمين احنا بنحترمه طبعا. ليه قداسته طبعا. في اي مشكله اصلا احنا برضه معانا، احنا الراجل ما بيتاخرش علينا بصراحه ربنا. طبعا سياده اللواء ايهاب الشرشابي من يعني كانت حاجه غريبه ان هو يجي يعني بالنسبه لنا احنا. لا يعني مش غريب. هو ده التفاعل والنسيج المجتمعي الواحد. انا هاخد منك وعد. انت قلت ان ده المطبخ اللي انتوا فيه دلوقتي وبتخططوا ليه ان المنظومه تعمم على احياء القاهره، ونشوف الكلام ده في الاحياء الشعبيه زي شبرا والسيده زينب وعابدين والاحياء الشعبيه القديمه دي. والتجربه دي تكون البدايه. طارق بيه سيادتك ان شاء الله مدينه نصر الاول هتبقى حاجه احنا يعني حته من اوروبا بامر الله، وسيادته نوى ان احنا ننظف الاول وبعد كده هيبدا بالتجميل. لا مش هينفع. احنا كده يا استاذ جمعه عايزين حلقه يبقى معاكم ومع رئيس هيئه نظافه وتجميل القاهره، ونتكلم الحلقه الجايه باستفاضه عشان الوقت، ونعرض التجربه ونطالب المحافظات كلها بالتجربه دي انها تعمم فيها. احنا تحت امرك وبنشكر سياده الرئيس الاول اللي هو جاب لنا قيادات ولاد بلد. هو الراجل خريج، هو الراجل يعني طالع من سياده اللي هو ايهاب الشرشابي حرس جمهوري، ما لحقش حتى يعني بصراحه ربنا هو ده. اشكرك يا استاذ جمعه على وعد بالحلقه الجايه نبقى معانا سياده اللواء رئيس هيئه نظافه وتجميل القاهره، وسعادتك كرئيس رابطه متعهدي التجميل والنظافه في مدينه نصر. محمد صلاح،
طبعا تجربه حلوه بتاعت مدينه نصر، نفسنا نشوف كل احياء القاهره بل في كل المحافظات. الكابتن محمد صلاح فرعون المصري بنطمنكم عليه، المسحه الثانيه طلعت ايجابيه ولكن هو في الجونه دلوقتي في عزل، المسحه الثالثه لم يتم الافصاح عنها حتى الان. ومعانا مداخله. الو. ايوه مساء الخير. اهلا استاذه ريهام حمدي. اهلا بيك. الناقده الرياضيه الكبيره، طمنينا على الكابتن صلاح. لا الحمد لله هو بخير وحالته مستقره ومفيش اي مشاكل خالص الحمد لله، يعني ان شاء الله ربنا يتم شفاء على خير. طيب. المسحه الثالثه طبعا اتعملت بس لسه نتيجتها يعني ما تمش الاعلان عنها. ان شاء الله المسحه الثالثه تكون سلبيه ويتعافى بسرعه. محمد صلاح قيمه وقامه ومش يعني الكلام فيه ما نقدرش نديله حقه، هذا اللاعب اللي رفع اسمنا ورفع دنيتنا في العالم الاوروبي. ولكن الخبر الجديد ان حازم امام كابتن نادي الزمالك اصيب بكورونا يا استاذه، ده صحيح؟ لا لحد دلوقتي مفيش اي اخبار رسميه من نادي الزمالك. الاهرام نشرت من دقائق ان حازم امام اصيب بكورونا والخبر موجود على الشاشه قدام حضرتك. ما عندكيش اي معلومه عن حازم امام؟ لا للاسف ما عنديش اي معلومه طبعا عن اصابه كابتن حازم امام، واتمنى ان هو يكون بخير يعني وان الموضوع يكون مش صح يعني، بس لحد اللحظه دي لا ما فيش اي معلومات بالنسبه لي خالص. كده المنتخب في توجو، احنا عارفين ان توجو كانت رافضه تلعب الماتش هناك عشان الكورونا تفشت في البلد عندهم. بالظبط مظبوط. في تدابير هناك ولا المنتخب ايه يعني حرصا على اولادنا؟ وعندنا النهائي الاهلي والزمالك النهائي الافريقي يوم 27 وعندنا الاصابات بدات تعلى. الحقيقه هو في تدابير احترازيه عاليه جدا مع المنتخب، سواء بقى من التطهير او سواء من افراد مصطحبينها معاهم خلال البعثه. كمان السفر النهارده كان على متن طائره خاصه يعني، ف علشان خاطر ما يكونش في اي اختلاط من اي حد تاني. كابتن حسام البدري الغى التمرين النهارده علشان راحه اللعيبه وبرده حرصا عليهم من الاختلاط، وهيكون في تمرينه واحده بس هتتعمل بكره على ملعب المباراه ان شاء الله يعني، فنتمنى ان في خلال التمرينه والمباراه ما يكونش في اي مشاكل. ونتيجه المسحه طبعا الحمد لله لكل لعيبه المنتخب طلعت الصبح قبل السفر وكانت كلها سلبيه، واكيد هيتعمل لهم مسحه ثانيه قبل المباراه. اشكرك زميلتنا العزيزه استاذه ريهام، ونتمنى الصحه كلها للاعيبتنا ومنتخبنا وفرقنا. كابتن محمد صلاح ترجع لنا بالسلامه، كابتن حازم امام تتعافى وتقوم. قوم يا بطل انت اقوى من كورونا. نشكركم، وقتنا خلص. حلقه جديده الاسبوع الجاي انتظرونا مع برنامجكم الجورنالجي. مع السلامه.